خلينا ناخد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. استاذ مرتضى برحب بيك. استاذ اسلام ازيك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ كويس؟ بس عايز استاذ رضا، هو حضرتك مؤهلك ايه يا استاذ رضا؟ طيب استاذ مرتضى مؤهلك ايه؟ يعني ايه الشهاده اللي معاك ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول مؤهلك ايه يا استاذ رضا؟ مؤهلك ايه؟ الشهاده اللي معاك ايه؟ جاهل. نعم؟ جاهل. جاهز ايه؟ مش فاهم. هي دي مالها بلعيب الكوره؟ وهي مالها انت باللي عمال تخرفه من الصبح وانت قاعد؟ لا انا ما بخرفش. عيل دبلوم صنايع، امير ده ضابط شرطه محترم، تتكلم عنه تتكلم بادب واحترام. لا طبعا، لا الكوره ما فيهاش ادب واحترام يا سياده المستشار. لا مش هسمع، اسمع انت بقى. الكوره مالهاش دعوه لا بدكتور ولا بمهندس. خلينا نسمع كابتن رضا. كابتن رضا خلينا نسمعه. يعني ايه دخل المؤهل؟ خلينا دخل المؤهل في الكوره. خلينا نسمعه وبعدين نعقب. خلينا نسمعه. اتفضل يا استاذ مرتضى. انت هيج ليه؟ اسمع، ما من غير ما تهيج. انا بسالك سؤال واحد، حضرتك مؤهلاتك ايه بس؟ جاوبني. انت عايز حوار محترم يا اخ رضا ولا عايز تعمل هيصه؟ لا انا مش عايز اعمل هيصه. حضرتك اللي انا معايا بكالوريوس مع التعاون. مع التعاون يبقى ما بتتكلمش عن الباشا امير ضابط الشرطه المحترم. ده رقم ده الكلام ده لو في الاسم. اكمل كلامي وبعدين ما انت. لا معلش، اتكلم على اي حد في مجال الكوره ده من حقي. خلينا نسمعه. بعد ما اخلص رد عليا. بعد ما اخلص رد عليا. اتفضل. رد عليا. اوعى تفتكر يا رضا ان بعد ما جه السيد تركي الشيخ هنا واداك قرشين لبسته وعملت شعرك واتسبخت انك انت هتركب الزمالك في يوم من الايام. انت يا رضا تاني بقول لك تاني، اوعى تفتكر انك بعد ما اشتغلت تاني بقول لك كلامي واضح وتسمعني لغايه الاخر واكتب اللي بقوله ورد عليا زي ما انا بقول. اوعى تفتكر بعد ما السيد تركي الشيخ جه وشغلك واداك قرشين ولبست لبس نظيف وعملت شعرك وسبخت انك انت هتركب الزمالك في يوم من الايام. انا بسالك سؤال. لا انا مش هركبه طول ما انت موجود، مش هركبه ولا عايز اركبه. طيب انا بسالك بقى سؤال. سيد رضا يا سيد رضا يا كابتن رضا يا اللي احنا كرمناك وعملنا يافطه باسمك في نادي الزمالك تكريما ليك، حضرتك سبت نادي الزمالك عشان كام؟ عشان ايه؟ عشان كام؟ عشان الناس زي ما انت سبت كهربا وسبت النجاز. ما عرفوش يتعاملوا معايا. هكلمك في كهربا ونجاز دلوقتي. ما عرفوش يتعاملوا معايا ادبيا ومعنويا. مش طيب خلينا نسمعه بس. اتفضل يا استاذ مرتضى. انا بسالك سبته عشان كام؟ يعني الفرق في اللي عرضه جلال بيه ابراهيم عليك كام؟ واللي انت كنت عايزه كام؟ بامانه. والله العظيم واسال المستشار جلال ابراهيم وانت كلامك معاه. انا وافقت على 25,000 جنيه. انا كنت عضو مجلس اداره خلي بالك. لا انت ما كنتش عضو مجلس اداره. ما كنت ساعتها عضو مجلس اداره. لا انا عضو مجلس. الكلام بتاعك ده حصل سنه كام؟ 92. ما كنتش انت لسه دخلت مجلس اداره. انا منتصف 92 عضو مجلس اداره. لا ما كنتش لسه مجلس اداره. يعني انت سبت النادي عشان 25,000 جنيه. لا يا حبيبي نتكلم في النقاش. لا يا سياده المستشار، مش عشان 25. هم اللي رفضوا لما عرفوا ان انا وافقت على ال 25. ما هو انا كل حاجه كل حاجه كنت وافق عليها كان يقول لك لا. احنا اتكلمنا في الجزء ده من ده كله. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد، فيديو ناري، فيديو بيتكلم على قد ايه مرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور راعب الاعلام المصري. شفنا كابتن رضا عبد العال وهو اتكلم وفجأة كده مكالمة من مستشار مرتضى منصور على الهوا رهبت الكابتن رضا عبد العال. طبعا كلنا عارفين مستشار مرتضى منصور في يوم من الأيام كان رئيس نادي الزمالك، ورضا عبد العال كان بيلعب في نادي الزمالك، والاتنين تحس ان هما منتقدين انتقاد غير طبيعي، ينتقدوا بعض عمال على بطال. الواحد بيشوفه دلوقتي من كابتن رضا. انا بصراحه لما بشوف تعليقات الكابتن رضا عبد العال ببقى عايز اتفرج عليها عشان ابقى اضحك. انا بحب اضحك اشوف تعليقات كابتن رضا عبد العال عشان اضحك. راجل محترم، راجل على راسي، لكن فيديوهاته بتضحكني. بس مكالمة الكابتن او المستشار مرتضى منصور
خلت كابتن رضا عبد العال يعني مش على بعض، وقاعد في الاستوديو كده مش متظبط كده، حاسس ان في حاجه، حاسس ان في حاجه ده هيخطفه متعرفش ليه. ف كان كابتن رضا عبد العال كان على طول يقول لك خلينا بقى نتكلم في الرياضه بقى، سيبك مع الموضوع الكابتن رضا عبد العال والمداخله والموضوع ده. شفت حد شاف، طبعا كل مصر شافت مباراة الأهلي أمام نادي الزمالك، وشفنا قد إيه نادي الأهلي اتظلم، لكن سبحان الله عدالة السماء نصفت الأهلي وخلت نادي الأهلي يفوز على نادي الزمالك بثنائية تاريخية بصراحة. فبصراحة أنا كأهلاوي مبسوط جدا 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 بأداء النادي الأهلي، رغم إن هو في أسوأ حالاته، لكن في المباريات اللي زي كده لازم يعني رجولة النادي الأهلي بتظهر. عايزك تشوف القناة. سلام.